السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعي قناة زراعة أونلاين. كالعادة معاكم المهندس محمود آدم. إن شاء الله النهاردة فيديو مهم جدا على خطوات زراعة طماطم، خصوصا في الأراضي الصحراوية. بفضل الله تعالى هنكون معاكم إن شاء الله النهاردة. في البداية بتبقى الأرض عندنا زي كده، بتبقى الأرض لسه ما اتقصبتش ولا الأرض اتحرست ولا عملت حاجة. في البداية لازم الأرض عندك لازم تعملها بالجرار، وبتفجها بالجرار مرتين، واحدة رايحة واحدة جاية، أو الاتنين بيبقوا متعامدين على بعض علشان تفك الأرض عندك. أما لو التربة عندك فكة زي الأرض، التربة دلوقتي احنا بنصور عليها دلوقتي، دي محتاجة بس وش واحد بس وخلاص على كده. أما لو التربة تقيلة أو الصرف بتاعها صعب شوية بتعملها مرتين بالتعامد على بعض عشان تفك الأرض، لأن دوت هو أساس البذرة بعد كده اللي تحط الشتلة، ويبدأ الشتلة تكبر عندك ومبقاش فيها مشاكل، أو المعدل نمو الجذور يبقى عندك سهل وسريع ويمتص معاك النبات بسرعة أفضل أول ما يتحط في الأرض. بعد ما بنفج الأرض بقى بنبدأ بقى إيه نسويها. نروح دلوقتي على جزء متساوي بالقصابية أو بالليزر، هوريكم دلوقتي. بص حضرتك كده، ده كده الأرض بعد ما سويناها بالقصابية عشان نبدأ نعمل خطوط أو نعمل مساطب على حسب الأرض الموجودة عندك. دي الخطوة التانية. بعد ما عملنا حرسناها بنسويها بالقصابية زي ما انتم شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده بنبدأ نعمل خطوط زي كده عشان نبدأ نحط فيها سماد بلدي. الفج دوت بنحط فيه سماد بلدي، وبعد كده نبدأ نردم عليه. يا إما بعد كده تعمل مصطبة عالية تزرع فيها الطماطم، أو تبقى مستوى الأرض زراعة الطماطم مفيش فيها أدنى مشكلة. وانت طبعا بتفج الأرض زي كده بتكون جهزت السماد البلدي، وطبعا بتكون جهزت الخراطيم أو اتفقت عليها، علشان أول ما تحط السماد البلدي بتاعك تبدأ تفرد عليها الخراطيم زي ما هنشوف بعد شوية. هنا كده جهزنا السماد البلدي زي ما حضرتك شايفين كده. بس لازم نقطة مهمة جدا، لازم تكون السماد أو يكون السماد متحلل عندك تحلل تام، لأن أنت لو جبت سماد لسه متحللش هيعمل مشاكل كبيرة جدا معاك في أعفان الجذور، وهيرفع درجة حرارة التربة، ويعمل لك مشاكل في النباتات أو الشتلات أول ما بتبدأ تزرعها. فلازم يكون السماد متحلل جدا جدا، دي أهم نقطة في السماد. طيب معدل قد إيه هنحط للفدان؟ معانا الفدان بنحط له من 20 ل 30 متر مكعب لكل فدان. ممكن تجيب سماد كتكوت زي كده، او تجيب سماد زي كده، ونبدا نخلط الاتنين مع بعض. ده سماد مواشي، وده سماد كتكوت او سماد دواجن. بنخلطهم الاتنين مع بعض ونبدا نبدرهم في الخطوط اللي احنا عملناها او اللي احنا فجيناها في الارض زي كده، ونبدا نردم عليهم تاني. يا اما بقى تجيب عمال ويبدا يفردوا في الخطوط سماد، هو السماد البلدي. وبكده نكون خلصنا الفيديو. طبعا لو عجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعملها لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك معانا في القناه عشان يوصلك كل جديد في عالم الزراعه. دمتم في حفظ الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.